أنا توا في أغرب مدينة في شمال أفريقيا، لاهم سنة ولاهم شيعة ولاهم عرب، وبريسك امبوسيبل باش يدخل زناقاهم من غير واحد فيهم. لبستهم غريبة برشا، وحتى الاركيتكتور نتاع المدن نتاعهم مختلفة على الآخر. احنا توا في غرداية، واحدة من المدن القليلة اللي مسجلتها اليونسكو. نقطع 1000 كيلومتر للمدينة الغريبة هذه أو للمتاهة هذه، تحديدا في قلب الجزائر، بوابة الصحراء غرداية. ولهنا يحكيوا لغة أخرى. نعم سوالت تمزط مورتن نغرم تم غيخت نتغردايت تمرت نتزهير. واحدة من المدن الأمازيغية اللي يسكنوا فيها بني مزاب. بني مزاب لهم سنة ولهم شيعة وهما إباضيين. المجتمع المزابي مجتمع غريب ومتميز برشا، جوامعهم مختلفة، معتقداتهم وعاداتهم مختلفة، وتنجم تعرف المزابية من لبستهم اللي تتميز بطربوشهم والسروال باللية. أما الأغرب فهما نساء اللي يلبسوا الحايك ويخليوا فتحة واحدة برك يشوفوا منها. الدخول للمجتمع المزابي حاجة صعيبة برشا، هذاك علاش ما تنجمش تدخل وحدك، أما كي تدخل يرجع بيك الزمن بين زناقيها وتشوف بيبانها وديارها وتفاصيلها، وكأنك تمشي فيها قبل 800 سنة. شوفوا الدنيا من هنا روعة. غرداية هي بالفعل المدينة الأغرب في شمال أفريقيا بالنسبة لي. وانتم حسب رأيكم شنو أغرب مدينة في شمال أفريقيا بالنسبة لكم؟ سلام.